حتى واحد ولا يسبنا حتى واحد، اللي بغى يسب ولا اللي بغى يندب ولا اللي بغى يهدد ما نتخلاش على الصحراء الغربية. هذا ما يدوا حقهم، ومن بعد نسمعوا الخير على بعضنا بعض. فيش والتلفيق والامور هذه وفي حتى اشقاء على حسنيه يقول لك اودي فتحوا الحدود والصحراء. لا، الحدود ما تغلقتش على بال الصحراء الغربيه. تبون غادي تطير تنزل انت ولي جينيرو والنظام تاعك، ما تقدرش تغلب امريكا، ما تقدرش تغلب روسيا، فرنسا، بريطانيا. كل هذه الدول مع المغرب، مع سيادة المغرب على الصحراء، مع الحكم الذاتي بسيادة مغربية. واش راكم تديروا؟ راكم حاسبين زعما كي درتوا ميزانية أكثر من 27 مليار دولار لوزارة الدفاع غادي الناس يخافوا منكم؟ غادي هذه المواقف تتبدل؟ غادي الناس تهتز؟ السياسة لازم تكون براغماتيكي، لازم تكون تحوس على المصلحة تاعك. وشنو هي مصلحة الجزائر في أنه تدعم قضية كما قضية تاع الصحراء؟ راكم حابين يعني المغرب تكون أضعف باش تبانوا بلي نتوما أقوى؟ علاه ما تركش على التنمية الداخلية؟ عباك هذيك 50 مليار اللي صرفتوها على بوليزاريو وعلى لي جينيرو تاعهم والقادة العسكريين تاعهم، كنتو قادرين تبنوا بيها، تعيدوا بناء مثلا ولاية الجلفة المنسية اللي الناس فيها ما عندهم لا طرق لا ما لا نظام صحة لا والو لا تعليم لا والو. مي الجزائريين ما يسووش عندكم حاجة، اللي يسوى عندكم هما نتوما باغيين تبانوا كدولة قوية على حساب دولة أضعف. غسلوا يديكم سي بون، راهي فرات. الصحراء مغربية، الاعترافات الدولية تتوالى من دول اللي عندها عضوية دائمة في الأمم المتحدة، يعني عندها حق الفيتو. واش غادي ديروا دروك؟ كي دايره حالتكم دروك في المجتمع الدولي؟ يو خلاص قال لك المستشار ترامب للشؤون الإفريقية الوقت قد حان لإيجاد حل نهائي ودائم لقضية الصحراء، وسنفتح فيها قنصلية قريبا. غادي تنوضوا تندبوا تبكوا؟ تبون. اللي يبغى يندب يندب واللي يبغى يبكي يبكي. شكون اللي راه يندب ويبكي دروك؟ انت والمستشارين تاوعك اللي دخلونا كاع في حيط. انهي هذا الموضوع بكرامة. بقى عندكم 2 جرامات تاع كرامة.